كلنا شفنا مسلسل المداح الحلقة الأخيرة الجزء الخامس. مشهد كان رهيب لما البوابة في البحر اتفتحت، الشياطين كلها اتخضت ومنهم وزارة إبليس نفسه. بس ليه حصل كده؟ إيه سر البحر وإيه علاقته بعالم الجن؟ الإجابة هتخليك تعيد المشهد بعين تانية. تعال أحكي لك. عرش إبليس على الماء. في كتب التراث الإسلامي والأحاديث النبوية كان دايما في كلام على إن عرش إبليس موجود على البحر، وهو المكان اللي بيبعت منه الشياطين عشان يفتنوا الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أكد لنا الموضوع ده لما قال إن عرش الشيطان على الماء، ثم يبعث سراياه إلى الناس فأقربهم منه منزلة أكثرهم فتنة للناس. يعني البحر بالنسبة لهم مش مجرد مياه، لا ده المقر الرئيسي لقوى الشر، المكان اللي بيتم فيه التخطيط لكل الفتن اللي بتحصل في الدنيا. ليه كانوا مرعوبين لما البوابة اتفتحت؟ في مشهد النهاية شفنا حتى أقوى وزراء إبليس هرب لما البوابة اتفتحت، وده مش مجرد صدفة، لأن رجوعهم للبحر ده معناه إنهم فشلوا، وإبليس مش هيرحمهم عشان فشلوا في مهمتهم، وأكيد هيكون في عقاب شديد مستنيهم عشان خسروا المعركة مع صابر والمداحين. البحر بالنسبة لهم هو المكان اللي هيتحاسبوا فيه على اللي عملوه، وده أكبر كابوس ممكن يواجهوه. ليه بنت إبليس فحيح اتحبست هناك؟ بنت إبليس فحيح كانت واحدة من أخطر أدوات الفتنة الموجودة في مسلسل المداح، لكن الطبيعي إنها بعد ما فشلت في مهمتها إنها ترجع لمكانها الطبيعي البحر لمملكة إبليس نفسه، ولأنها أضعف واحدة فيهم معرفتش تهرب، ولا هي ولا خادم ست الحسن. كابوس. هل دي النهاية ولا في جزء جديد؟ المشهد الأخير من مسلسل مداح الحقيقة خلانا كلنا نسأل نفس السؤال: هل بنت إبليس وأعوانها انتهوا ولا ممكن يظهروا تاني في الجزء الجاي؟ وهل ممكن إبليس نفسه يخرج عشان يحارب صابر المداح بعد ما كل أعوانه فشلوا؟ وهل صابر هيقدر يواجه الشر اللي هيخرج من البحر من جديد؟ كل ده ممكن نعرفه لو حصل جزء تاني. قولوا لي رأيكم في تحليل المشهد وشاركوني توقعاتكم، وهل ممكن يكون في جزء سادس أقوى وأخطر من الأجزاء اللي فاتت؟ شاركوني رأيكم في التعليقات.